السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو جديد، يوم جديد، نتمنى من الله يكون كل شيء مزيان. غادي ندير التكملة ديال الفيديو اللي فات، بأن كنا الموضوع ديال الفيديو الماضي تكلمنا على أن مشروع الدواجن واش هو ناجح أو لا فاشل. أنه مشروع ناجح، لكن بعض الأسباب اللي كتخلي بعض الناس أنه يكون فاشل 100%. لقينا جوج الأصناف ديال الناس. كاين اللي كيقول المشروع فاشل باعتباره المدخول قليل، او انه كتصرف عليه اكثر ما كيعطيك. وكاين الناس اللي كيقولوا بصفه عامه، لا الخص البلدي ولا السلالات، بانهم كيعانوا من ضعف المناعه، او لانه ما كينجلش لهم الدجاج، وكتكون عندهم الوفيات اكثر ما كينجل لهم. اليوم غادي نقسموا داك الفيديو على جوج، وغادي نتكلموا اليوم على الصنف الاول، على الناس اللي كتقول ان المدخول قليل مقارنه مع داكشي اللي كيصرفوا على المشروع ديالهم. غادي نقولوا بان عدد الناس اللي هما عندهم مشكل ديال المدخول هو، الا حسبتي شحال كتاكل لك الدجاجه، راه باين على طول السنه، وغادي تعرف شحال كتاكل لك على طول السنه. يعني كل دجاجه شحال بتاكل لك بالكيلو. ما نتكلملكش على الفلوس، لان الفلوس العلف ديما كيطلع في الثمن. من ان شاء الله واحد 70% غتكون زياده في الثمن ديال الاعلاف. حتى الناس اللي كتخدم بالفصه مثلا، ولا راه المواد الفلاحيه راه تزادت حتى هي، وغاديه في الزياده. يعني ما غاديش يكون شي نقصان على ما اظن، لان كاين معظم المؤشرات كتقول لك بان غتكون واحد الزياده، ما غاديش يكون نقصان في الاثمنه. للاسف الثمن ديال البيض في الاسواق الاسبوعيه يعني متذبذب. يعني ما ثابتش باش تعطي واحد الدراسه ديال المشروع يعني مؤكده، وتعطيك بالضبط واش غادي تدخل الفلوس ولا ما غاديش تدخل الفلوس. لكن كل شيء كيولي على السياسه ديال السيد صاحب المشروع. الا كان هو عارف كيفاش يخدم، او لا دارس يعني، وعنده واحد التجربه في السوق، غادي يعرف كيفاش يفك السلعه ديالو بثمن مناسب، وغادي يعرف كيفاش يفقس الفلوس ويبيعه بثمن مناسب، وغادي يعرف كيفاش يبيع البيض بثمن مناسب. بيض مخصب، خصو باش تبيع بيض مخصب بثمن يعني مزيان، خصك تكون داير بلاصتك في السوق. كما كتشوفوا معظم الحريفيه دابا في السوق كيتقاتلوا باش يديروا بلاصتهم. كل واحد وكيفاش كيخدم باش يدير بلاصتو في السوق، باش يكون عنده واحد المكانه ديالو في السوق، وتكون السلعه ديالو مطلوبه، ويكون خدام مزيان، ويكون الا كيبيع بيض مخصب يكون عنده واحد العلاقه كبيره مع اصحاب الفقاصات، مع الناس اللي ما عندهمش القاطع نهائيا، فقط داير فقاص. كاين اللي في المدينه واخا اللي دايرين فيهم الفقاصه كيفقص الفلوس ولكن القطع ديال الدجاج ما عندوش نهائيا. هو فقط كياخذ البيض وكيفقسو وكيبيعو. يعني باش تكون عندك واحد العلاقه معاهم، يعني خصك واحد المده باش تعرف السوق ودير علاقه مع هاد الناس هادو، يكون عندك البيض كتبيعو بواحد الثمن طالع، البيض بثمن مناسب، ولا المهم ثمن مناسب ليك انت. بالنسبه لهاد الناس هادو، خصك واحد الوقت، واحد المده باش تخدم معاهم. بالنسبه اللي بتبيع الفلوس ثاني وبتخدم على الفلوس، خصك دير بلاصتك ثاني وتخدم مزيان وتقلب طرق جداد كيفاش تخدم. يعني كل شيء، هذا الشيء خصو وقت. بالنسبه لواحد القضيه مهمه، شفت انا شحال ديال الناس كيبغيو يخدموا عليها. الا بدير التسويق الا بديت التسويق في الاسواق الاسبوعيه، ما غاديش تشد لك الفلوس، وخاصه في الظرفيه ديال الاعلاف طالعه في الثمن. دابا الا بغيتي تخدم التسويق، خصك يا اما تسوق باغ لانترنيت، يعني تشوف الناس اللي خصهم فلوس ديال سلاله وكتبيع بثمن طالع، ولا خليط السلالات بثمن طالع، اولا كتشوف الناس ديال بالنسبه للبيض، يعني كتبيع بثمن مناسب بالنسبه للناس اللي كتخدم في قاصد كما قلنا. بالنسبه اللي بتبيع بالكيلو على حسب اللحم، على حسب كتدير التسمين، فلا بتدفع غير الاسواق الاسبوعيه، فيا صديقي ما غاديش يشد والو. غادي يحسب على واحد 90%، غادي تقول بروجي فاشل، وغادي تزيد في حالاتك. الا بتخدم غير الاسواق الاسبوعيه ما غاديش يشد والو. خصك تقلب على اسواق ديالك انت، خصك تقلب على لي مارشي ولا لي بوتي مارشي، وتخدم عليهم، كتدفع عليهم بواحد الثمن، بالميزان بالكيلو، بواحد الثمن اللي هو طالع. وبالنسبه لك انت، واخا توصل لهم السلعه اللي عندهم ما عندك مشكل، المهم هو يكون عندك الثمن طالع، تبيع بثمن طالع. اما الاسواق الاسبوعيه فهي متذبذبه، ولا دخلتي لها سلعه كثيره بزاف غيهبط الثمن. فخصك تقلب انت على لي مارشي تخدم معاهم.
كاين بعض المحلات الكبار اللي هما كيفكوا السلعه مزيان، تخدم معاهم هادوك. اما الا بتخدم غير على الاسواق الاسبوعيه، ولا بتبيع البيض المائده، بيض الماكله في الاسواق الاسبوعيه، ما غاديش يشد لك والو. راه الاسواق الاسبوعيه راه باين الثمن باين. راه كاين درهم، درهم ونص حتى لجوج دراهم هي اللي كاينه في المغرب كامل. هذا هي الاثمنه اللي كاينه. قليل فاش كيفوت ديك جوج دراهم، قليل. الا ما قلبتي على اللي مارشي انت تخلقهم، انت تخلق اللي مارشي وتخدم عليهم، راه هذا المشروع ما غاديش يصلح ليك، باش نكون واضحين. هذا هو المشكل اللي كيطيحوا فيه الناس، وكيقول لك مشروع فاشل وكيمشيو. كيدير واحد الكومباريزون ما بين المدخول اللي عنده وداك الشيء اللي كيصرف. كيقول لك لا، انت خصك تقلب على الاسواق، تخلقهم انت، دبر على الاسواق وتخدم عليهم. تقلب على الناس اللي هما محتاجين توصلهم السلعه تاي الباب ديالهم وتحطيها لهم. تقلب على هاد الناس هادو تخدم معاهم، دير كاش ديليفري ولا دير دبر راسك. المهم تقاتل مع شي حاجه بحال هكا باش تبيع بواحد الثمن طالع. هذا هو المشكل فاش كيطيحوا الناس بزاف. ونتمنوا من الله التوفيق للجميع. وهذا البروجي راه فيه الخدمه، باش نكون واضحين، فيه الخدمه بزاف. خص بنادم يحاول يركز، ويحاول يخدم، ويحاول يدير علاقات، ويحاول انه على اسواق جديده. وبالنسبه الاعلاف راه طالعه في الثمن. حاول تدير واحد المقارنه بين الاثمنه، ودير شي خلطه اللي زوينه، اللي كطيح لك بواحد الثمن مناسب، وتدخل لها مجموعه من الاعلاف باش يكون لك ثمن مناسب. حاول تدخل بحال الفصه وتعاون بها، وبنادم يعاون. لان المشكل ديال الاثمنه شويه قاصحين. ودعمونا ودعموا القناه ديالنا، والله يوفق الجميع.